As human expansion is projected to increase exponentially in the coming decades, we must account for these never-before-faced challenges in ways equally never-before considered. Here at Async, we believe we have found the solution, the low-proximity magnetic distortion system. For the sake of convenience, you may hear your peers refer to the project under any of the following titles: The Machine, The Door, The Back Rooms, The Complex Hallways. I mean, do you really think that they're back to... Guys, can you hear this? Hey guys, can you hear this? Hey! Guys? George? Hello? ما ظنش ان حد يحب يجرب اللي حصل مع الباحث ده، ولا حتى يعاين الرعب اللي هو عاشه جوه الباك رومز خلال فتره قد تقدر باقل من ساعتين او 3، بس ده بالنسبه له هو شخصيا. انما بالنسبه لباقي الناس فهو اختفى لمده توصل لحوالي شهرين تقريبا، بحيث على حسب ما فهمنا من الاحداث اللي فاتت ان في تاريخ 29/2 سنه 1990 جوه منظمه غريبه اسمها Async موجوده في ولايه كاليفورنيا، بالتحديد جوه اغرب وارعب اختراع او بعد موجود عندهم وهو الباك رومز. كان في مجموعه باحثين كانوا داخلين في مهمة استكشافية عادية جدا، وبالصدفة واحد منهم سمع الصوت في ممر من الممرات الموجودة فيها، وبمجرد ما مشي ورا مصدر الصوت ده حصل له حاجة غريبة. الباك رومز نقلته للمستقبل، بحيث اتنقل من شهر 2 لشهر 5، وبالتحديد في يوم من ضمن الايام المهمه جدا بالنسبه لمنظمه Async، وهو اليوم اللي كانوا جايبين فيه الشخص المهم اللي توقعنا في الفيديو اللي فات ان هو حد مهم تبع الدوله، واللي اتضح معايا بعد كده ان الشخص اللي قدامكم ده شخص موجود في الحقيقه فعلا، اسمه جيمس ديفيد واتكنز، وده كان يعتبر وزير الطاقه في الولايات المتحده الامريكيه في الوقت ده اللي هي سنه 1990. كانوا جايبينه عشان يشوف المشروع اللي هم عملوه واللي هو الباك رومز، والهدف من الزياره دي ان هم يستغلوا وزير الطاقه ده في ان هو يدعمهم ماليا عشان يقدروا يطوروا المشروع بتاعهم اكتر واكتر، او بالتحديد عشان يقدروا يصنعوا عالم تاني صالح للحياه البشريه، ويوفروا على الدوله ملايين من الدولارات اللي هتتصرف على بناء العقارات وادارتها. بس انا النهارده مش جاي اكلمك على جيمس ديفيد ولا عن الباحث ده شخصيا، انما انا جاي اكلمك النهارده عن الاحداث المرعبه اللي حصلت في الفتره اللي الباحث ده اختفى فيها، واللي طبعا عرفنا جزء صغير منها في الاحداث اللي فاتت، وهو ظهور مخلوق غريب ليه اذرع شبه الاخطبوط لونها اسود في نهايه الطرق اللي كانت متراقبه بوسط الكاميرات اللي قدامكم دي. عايز اقول لك ان فيديو النهارده ان شاء الله هيبقى زي الاجزاء اللي قبله، فيديو كامل الدسم. فمبدئيا كده بعتذر جدا ليكوا على الفتره الكبيره اللي قطعت فيها دي، وتاني حاجه ما تنساش تلبس سماعتك وتجهز حاجه تاكلها او تشربها وانت بتتفرج، وما تنساش تصلي على النبي قبل ما نبتدي، ويلا نبدا الفيديو. لو مشينا بالترتيب ورا خط سير الاحداث اللي حصلت من ساعه اختفاء الباحث ده في يوم 29/2، هنلاقي ان بعد اللي حصل ده بحوالي 5 ايام المنظمه قررت تراقب ممرات الباك رومز لسبب مجهول بالنسبه لي. ممكن يكونوا عملوا كده عشان يدوروا على الباحث اللي تاه ده، او ممكن كانوا بيشوفوا هل في اي نشاط غريب بيحصل في الباك رومز ولا لا، وايا كان السبب هو ايه فهم اكتشفوا فعلا ان في كيان غريب ومجهول موجود في الباك رومز. بس مش ده الحدث الوحيد الغريب والمرعب اللي يعتبر حصل في الفترة دي، بحيث لو كملنا ماشي بالترتيب ورا خط سير الأحداث هنلاقي إن في حاجة غريبة ومرعبة حصلت في يوم 6/5 سنة 1990. Nobody's coming. Yeah, I think it was later like that. You know, it's gonna call out from Oak Ridge or yeah, it's difficult to people down here. You know, look at my timetable. Check 1 2 3. 1 2 3. Mark. Mic check. You're all good. This is Marv 1 2 3. Marv, mic check 1 2 3. Great. This is George. Mic.
زي ما شفنا كده في بداية الفيديو كان مكتوب قدامنا تاريخ توثيق الفيديو اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي ده، وان هو اتصور بواسطة شخص اسمه مارفن اي لي. وعايز اقول لك ان احنا شفنا مارفن ده قبل كده، بس اظن انك ناسي انت شفته فين وامتى. تعال مفكرك. لو رجعنا للفيديو اللي الباحث اختفى فيه بالتحديد في اللحظة اللي هو اتنقل فيها للمستقبل، هنلاقي ان هو لما خرج من الممر وقاعد يندى على الباحثين اللي كانوا معاه، ندى على واحد فيهم كان اسمه مارفن. Guys, Marvin. وده بيفهمنا ان مارفن كان تبع المجموعه اللي كانت دخلت تستكشف الباك رومز في الوقت ده. وكمان فهمنا برضو ان مارفن دلوقتي بقى هو اللي ماسك الكاميرا بدل الشخص اللي اختفى منهم ده، اللي هنعرف اسمه في الاجزاء اللي جايه. بعدها بنشوف قدامنا مارفن وواحد كمان معاهم وبيجهزوا نفسهم وبيلبسوا الهزمه سيوت او السترات الوقائيه عشان يدخلوا الباك رومز تاني في مهمه استكشافيه. وبعدها بداوا يختبروا الميك اب بتاعتهم، واللي من خلالها عرفنا اسم شخصين كمان موجودين مع مارفن، وهم مارك وجورج. بعد كده بنشوفه وهو داخل الاوضه اللي فيها ثريشولد عشان يخش من خلالها للباك رومز. الصراحة أنا معرفش مين الشخص اللي واقف من فوق بيراقبهم ده، بس الظاهر كده إن هو شخص مهم أو رتبته عالية في المنظمة. ممكن يكون ايفن بيك أو ممكن يكون حد أقل منه في الرتبة، بس المهم زي ما شفنا كده إن مارفن فضل باصص له شوية وبعدها وجه اتجاهه للثريشولد، اللي هناخد بالنا دلوقتي من حاجة استغربنا وجودها في الفيديو اللي فات. اظن احنا في الفيديو اللي فات كلنا استغربنا وجود الاوضه دي لما الباحث اللي تاه لقاها في الباك رومز، لان بسببها اكتشفنا انها اتبنت في المستقبل. وعشان ما تنسوش وقت عرض الاحداث اللي احنا بنتفرج عليها دلوقتي دي، فعايز اقول لك ان احنا دلوقتي موجودين قبل وقت ظهور الباحث اللي تاه ده بحوالي يومين 2 بالظبط. المهم بعدها مارفن والفريق اللي معاه اللي هتلاقيه مكون من مارك وجورج وواحده كمان معاهم اسمها كيم بداوا الجوله الاستكشافيه بتاعتهم في الباك رومز. Has the vertical expansion been approved yet? They're not getting to that until after the presentation. When does that go through? Sorry, can you repeat? What day will the tour be over? From the 7th to the 10th. The next report out? Yeah, should be good. Alright, end of the day tomorrow, I think? Got the cable? Okay. اظن اننا فاهمين دلوقتي ايه هي فايده العلامات اللي هم حاطينها على الارض دي، بحيث ان احنا فهمنا ان هم بيحطوا علامات على الطرق اللي هم مشوا فيها قبل كده عشان ما يتوهوش في الباك رومز بعد كده ويعرفوا يميزوا الطرق في الباك رومز. وشايفين هنا برضو ان هم بيجهزوا الشريط الاحمر اللي قدامكم ده عشان يقدروا يرجعوا للمكان ده تاني بعد ما يخلصوا الجوله بتاعتهم. الظاهر كده ان هم داخلين يستكشفوا منطقه جديده ما دخلوهاش قبل كده، وعشان كده عايزك تركز كويس على المكان الغريب اللي هيوصلوا ليه دلوقتي. Be on caution. Oh, wow. This is new. وصلوا للأوضة الغريبة اللي قدامكم دي، حرفيا هي عبارة عن أوضة كاملة مليانة فتحات أو ثقوب مربعة في الأرضية بتاعتها، ولو بصينا على اللي موجود في نهاية الأوضة دي هنلاقي إن في باب خشبي غريب موجود هناك، ولحسن الحظ إن الحدود اللي بتفصل كل فتحة مربعة عن اللي جنبها تعتبر واسعة شوية بشكل كافي إنك تقدر تخطي عليها، بس حرفيا لو رجلك فلتت منك هتقع في الفتحات الغريبة دي اللي مش معروف هي بتنقلك على فين بالظبط. تعالوا نشوف فريق الباحثين دول هيقرروا يعملوا إيه بخصوص المكان ده. Looks like carpet on all sides. 7:35. Visibility falls off pretty quick.
Might be at an angle. And we've got a door? Don't recognize the design. You need to cover all the way over there. Assembling a walkway would be redundant. For all we know, it's just another dead end. Alright, I'll take a look. Go notify Cloud. Easy. I'm good. Oh my god. What do you see? Everything okay? Marvin, get the camera over here. Across? Fine, just hurry. Okay. زي ما احنا شفنا كده، مارك قرر ان هو هيحاول يوازن نفسه ويعدي لحد الباب الغريب اللي هناك ده عشان يشوف ايه اللي وراه بالظبط، ولحسن الحظ قدر يوصل لحد هناك. بس الغريب ان هو لما فتح الباب ده ودخل جوه شاف حاجه غريبه لدرجه ان هو طلب من مارفن ان هو يجي بالكاميرا اللي معاه عشان يصور الشيء الغريب اللي لقاه ورا الباب ده. اللي الظاهر كده ان في حاجه هناك متوهجه، وفعلا لو ركزنا كويس على الباب ده هتحس ان في حاجه متوهجه موجوده هناك. والظاهر كده ان مارفن مش مطمن للي هو هيعمله ده، بحيث ان هو باين عليه ان هو خايف يقع في الفتحات الغريبه دي. تعالوا نشوف هيحصل ايه. Okay, just, one moment, alright? Okay. Quick, seriously. Yeah, I'm going. Walking on normal ground. There's not even there. Hey, watch it. Whoa! Ah! Oh my god! Marvin, do you copy? للأسف القلق اللي كان ملازم مارفن من إن هو يقع كان في محله. دايما لما تحاول تعدي من مكان مرتفع أو مكان مطلوب إنك توازن نفسك فيه، حاول دايما تركز على الوجهة اللي أنت رايح لها أو على الطريق اللي أنت ماشي فيه، من غير ما تركز على الفراغ العميق اللي بيحوطك. وللأسف ده اللي مارفن ما عملهوش وهو بيحاول يوصل للباب، ونتيجة كده وقع في فتحة من الفتحات الغريبة دي. بس لحسن الحظ هو لسه عايش، حرفيا هو انتقل لدور تحت المستوى اللي هم كانوا فيه. بس هل يا ترى المكان اللي هو فيه ده مختلف عن المكان اللي هم كانوا موجودين فيه ولا لا؟ أو ممكن نسأل السؤال بصيغة تانية أحسن شوية، وهي هل في أي حاجة غريبة أو مرعبة موجودة في المستوى ده ولا لا؟ تعالوا نشوف هيحصل معاه إيه. Marvin, do you copy? Yeah, I'm alright. Oh, Christ. Are you injured? I think I pulled something in my shoulder. I'm a bit dizzy, but no, I'm fine. Where are you? Can you describe your surroundings? It's different. Like a room up there, but the architecture's the same, but the wallpaper is different. It's a bit greener. Hold on, I need to see if... Nope. What? I'm not reaching the tunnel I fell from. The opening comes out through the wall, but it's too high. Okay, just stand by and stay put for a moment. Got it. Is the camera intact? Seems to be fine. I'm recording, but who knows what the output will be like. Mark, make your way back over to this side. Carefully. Do you have another camera? I need to get this. Just throw it on the guideline with the weight attached. I can use it to climb up. Just tried that. There won't be enough length to reach you. George, go run back to standard and bring a tether. Hang in there, Marv. What was that? What was what? I don't know. I didn't hear anything up here. Sounded like... I think there's somebody down here. What? I hear yelling. Like, a person is yelling. What, a person? Yeah. سمع فجأة صوت شخص من بعيد بينده، وبالنسبة لرأيي الشخصي فما اظنش انها فكرة كويسة خالص انك تمشي ورا مصدر اي صوت يتسمع جوه الباك رومز، وخصوصا لو كان صوت انسان بينده عليك، لان على حسب اللي احنا شفناه قبل كده او بالتحديد اللي حصل مع كين بنتس لما الكائن الغريب والمرعب بدأ يجري وراه، كان بيصدر اصوات مشوهة اشبه لصوت صراخات بشرية. ده غير برضه ان الباحث اللي تاه من وسطهم قبل كده سمع برضه صوت ناس بتتكلم في ممر من ممرات الباك رومز، ولما مشي ورا مصدر الصوت اتنقل في المستقبل.
وحرفيا نفس السيناريو بيتكرر حاليا، بس المرة دي مع مارفن اللي حاليا هيحاول يمشي ويشوف مصدر الصوت ده جاي منين بالظبط. قد يكون في شخص بشري عادي حصل له كليب واتحبس جوه الباك رومز. تعالوا نكمل ونشوف هيحصل ايه. That makes no sense. Are you sure you're not just hearing us? No, it's definitely not from you. What? Are those streetlights? زي ما شفتوا قدامكم كده، مارفن لقى ان في فتحه في الحيطه بتعدي لمستوى تاني مختلف تماما عن المستويات الباك رومز اللي شفناها. ولو تحبوا نقارن بالقصه الاصليه بتاعه الباك رومز، فالمكان ده اشبه شويه بالمستوى رقم 9 واللي بيتسمى The Suburbs، واللي معناها ضواحي. بس بما اننا عارفين ان كيم بيرسونز مش ماشي بالظبط على حسب القصه الاصليه، فنقدر نتوقع ان المشروع اللي منظمه ايسينك عملوه ده اللي هو الباك رومز مش بس مقتصر على مجرد اوض وممرات بس، ده الموضوع كبير لدرجه ان في اماكن موجوده زي المكان اللي قدامنا ده عباره عن سما وشجر وشوارع وبيوت، حرفيا وكانها منسوخه بالظبط من منطقه سكنيه موجوده في الحقيقه. بس يا ترى ايه اللي ورا السما الغريبه دي، او ايه اللي جوه البيوت دي؟ تعالوا نكمل نشوف مارفن وهو بيستكشف المستوى الغريب ده، وفي نفس الوقت بيحاول يوصل لمصدر الصوت اللي هو سمعه ده. The left hallway, and it's right there, under the gap in the wall. You need to stay at the hole. George will be back any minute, then we can assess the situation from there. But what if Miller's right about the null zones? Even if that's the case, I agree with Mark. It's not worth the risk. لحد هنا ونقف شويه عشان الكلمه اللي اتقالت دي اللي اظن معظمكم مش فاهم معناها. زي ما خدنا بالنا من شويه ان مارفن سال سؤال غريب ومهم، وهو But what if Miller's right about the null zones? ايه هي النال زونز؟ مبدئيا عايز اقول لك ان مصطلح النال زونز ده ظهر في فيديو وريته لكم قبل كده من فيديوهات كيم بيرسونز. فاكر الفيديو اللي قدامك ده؟ في صورة ظهرت من ضمن الصور اللي كانت بتتعرض فيه، صورة موجود فيها حيطة في الباك رومز متحددة بمربع أحمر مكتوب عليه نال زون 4، بس للأسف ما اهتمتش إن أنا أشرح لكم المصطلح ده. طب بالله عليك، هل في احتمال ولو 1 في الألف إن الواد ده مش بس بما إن المصطلح ده جت سيرته في الفيديو ده، فتعالوا معرفكم بقى دلوقتي إيه هي النال زونز. النال زونز لما منظمة ايسينك عملت الباك رومز، ظهرت أماكن عشوائية في العالم الحقيقي، لو أي حد أو أي شيء وقف في الأماكن دي هيحصل له نو كليب للباك رومز، وكنا فسرنا سبب النو كليب ده إن في أماكن في العالم الحقيقي حصل فيها جليتش بمجرد ظهور الباك رومز. بس دلوقتي عايز أقول لك إننا نقدر نقول إن الأماكن دي هي النال زونز، وده معناه إن النال زونز دي عبارة عن بوابات مخفية بتربط بين العالم الحقيقي والباك رومز، زي المكان اللي كين بنتس حصل له نو كليب فيه كده، وبرضه زي المكان اللي الكاميرا بتاعته خرجت من الباك رومز للعالم الحقيقي. وعلى نفس السياق ده الناس بدأت تتنقل من العالم الحقيقي للباك رومز عن طريق الأماكن دي. فاحنا هنا بنشوف مارفن وهو بيستفسر هل ممكن الأماكن دي تكون موجودة فعلا ولا لأ. الظاهر كده إن هو ما عندوش علم بالموضوع ده، وإن دي مجرد توقع أو نظرية سمعها من حد اسمه ميلر. وبديهيا كده سبب سؤاله المفاجئ ده هو سماعه لصوت الشخص المجهول اللي بينده ده، اللي هنشوف دلوقتي هيحصل إيه لما يكمل ماشي ورا مصدر الصوت ده. Oh my god. Marvin? Marvin, do you copy? Hello? Can you hear me? Marv, what are you doing? I'm trying to find them. I know how to get back. It's fine. Keep us posted. It's like a neighborhood. Hello? المرة دي الصوت بقى عبارة عن كلمات عشوائية كتيرة مش مفهوم هي ايه بالظبط، بس الجديد دلوقتي ان مارفن حدد مصدر الصوت جاي منين بالظبط، وهو البيت اللي هو رايح له دلوقتي ده. Can you hear me? I'm Anything? I'm entering one of the houses.
This is where the yelling's coming from. Okay. This is odd. احنا حاليا جوه بيت من البيوت اللي موجوده في المستوى ده، حرفيا وكأن المكان جوه منسوخ بطريقه غلط، وكأن الباك رومز نسخت حاجات عشوائيه جوه البيت ده، بحيث زي ما انتم شايفين قدامكم كده في اكتر من لوحه او يافطه متثبته في الارضيه بتاعه الاوضه دي، لوح عليها اسهم وكلمات غريبه بتشير للممر اللي قدام مارفن ده، اللي حرفيا هو مفيش اي طريق غيره، واللي برضه هنلاحظ دلوقتي ان الصوت جاي من الممر اللي قدامه ده. There are inverted turn signs in this room coming out of the carpet. They're inverted? What do you mean by that? Mirrored. They're not oriented properly. So this is beginning with keep us posted. So I think I'm losing you. Just stand by. وصل للأوضة اللي قدامكم دي اللي كان فيها حاجات مرمية على الأرض زي الشنطة والكوتشي والفرش اللي على الأرض ده، الظاهر كده إن الحاجات دي تخص شخص معين حظه وحش اتنقل المكان ده عن طريق النوكليب، والظاهر كده برضه إن الصوت اللي بينده على مارفن دلوقتي ده ليه علاقة بالشخص اللي كان عايش هنا. تعالوا نشوف هيحصل إيه دلوقتي، وعايزك تركز كويس. repeat, Marvin, do you copy? This is Marv. Okay. Good, we read you. What? I think someone's been living down here. Living down there? That's not possible. Hey! Can you hear me? I think I got him. Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is it? That is not a person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? زي ما كنا بنقول من البداية خالص، بلاش تمشي ورا أي مصدر صوت موجود في الباك رومز. صوت الشخص اللي كان مارفن سمعه من ساعة ما نزل المكان الغريب ده ما كانش مصدره إنسان بشري، إنما ده كان عبارة عن صوت بيحاكي صوت البشر، وكان المصدر بتاعه الكائن الهزيل المرعب اللي قدامكم ده، اللي بمجرد ما مارفن وقع في الفخ بتاعه صوت الكائن اتحول من الكلمات المفهومة لمجرد صراخ بشري مشوه بصوت عالي، وبدأ يتحرك بسرعة ناحية مارفن. بس استنى، فاكرين شفنا الكيان ده فين قبل كده بالظبط؟ الكيان ده اللي بالمناسبه بنتوقع بنسبه كبيره ان هو بكتيريا متحوره من سلاله الهيباسيلس، ظهر بنفس الشكل ده في الفيديو اللي تم تصويره بواسطه كيم بنتس لما كان في الباك رومز، اللي احداثه حصلت في سنه 1991، يعني يعتبر بعد حوالي سنه وشويه من الاحداث اللي بنتفرج عليها دلوقتي دي. فهل يا ترى الكيان اللي ظهر لكيم بنتس هو نفسه الكيان اللي قدامنا ده دلوقتي ولا لا؟ ولا ده مجرد كيان تاني مصدره الشخص اللي كان موجود هنا ده، اللي حاجاته كانت مرميه في الاوضه اللي حيطانها متشققه دي؟ كل دي اسئله تعتبر مجهوله لحد النهارده، بس تعالوا نكمل ونشوف مارفن هيحصل له ايه. هل هيقدر يهرب من الكيان ده ولا الكيان ده هيقدر يتمكن منه زي ما حصل مع كيم بنتس؟ Okay, I'm here. Set it down. It's gonna take a moment. Grab it like, yeah, hold it. Okay.
Stand clear. We're sending it down. لحسن الحظ مارفن قدر بأعجوبة يهرب بحياته من الكيان المرعب ده، وفي نفس الوقت اللي وصل فيه للفتحة اللي وقع منها زمايله رموله شنطة كبيرة مربوطة بحبل قوي عشان يقدر يقف فوقها ويخش في الفتحة دي تاني. والفيديو خلص على كده، حرفيا خلص وسابنا مرعوبين ومستغربين من اللي حصل مع مارفن ده. ازاي البكتيريا دي قدرت تحاكي الصوت البشري بالطريقة المرعبة دي، وازاي برضه قدرت تحس بوجود مارفن بمجرد ما وصل للمستوى اللي هي كانت موجودة فيه. ممكن نتوقع زي ما توقعنا في الفيديو اللي فات ان اي شخص بشري بيموت في المكان ده السلالة المتحورة من البكتيريا دي بتحاول تتشكل بشكله وتاخد صوته، وفي الاخر بيتشكلوا بالمنظر الغريب والصوت المشوه ده عشان يقدروا يستدرجوا ناحيتهم اي شخص يخش للباك رومز. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد ما يرجعوا للمنظمه تاني؟ هل هيعرفوهم على اللي حصل معاهم ده ولا لا؟ وهل المنظمه لما تعرف ان فعلا في تهديد للبشر في الباك رومز هل هيوقفوا المشروع بتاعهم ده ولا هيكملوا وكأن مفيش اي حاجه حصلت؟ لحسن الحظ لقيت الفيديو اللي ممكن يجاوبنا على بعض الاسئله اللي سالتها من شويه دي. الفيديو اللي قدامكم ده واللي بعنوان ريبورت واللي معناه تقرير، احداثه بتدور في نفس اليوم اللي حصلت فيه الاحداث اللي حصلت من شويه دي، وبالتالي هيعرفنا ايه اللي حصل مباشره بعد رجوع الباحثين دول للمنظمه. Sorry, can you repeat that? Marvin? That's not a person. What is that? That is not a fucking person! What? Marvin, talk to me. What do you see? What's going on? Talk to us. What's happening? زي ما شفنا مع بعض كده الفيديو ابتدى بفلاش باك صوتي للاحداث اللي حصلت من شويه وهروب مارفن من الكيان المرعب اللي كان بيلاحقه، وبعد كده شفنا فريق الباحثين المكون من مارك وكيم وجورج ومارفن وهم واقفين مع بعض بعد ما رجعوا من الكابوس اللي كانوا فيه من شويه ده، وكان واقف قدامهم شخص اول مره نشوف السلسله دي كلها. اتوقع بنسبه صغيره ان ده هو الشخص اللي كان واقف وسطهم لما كانوا داخلين الباك رومز، بس بعد شويه بحث كده في الصور اللي كيم بيرسونز كان منزلها عنده لقيت صوره البطاقه اللي قدامكم دي اللي تشبه بالظبط البطاقه اللي الشخص ده معلقها، ولو ركزنا كويس في اللي مكتوب فيها هنفهم ان الشخص اللي قدامنا ده اسمه أنتوني دوكنز. حرفيا الشخص ده رتبته عاليه في المنظمه، حيث لو بصينا هنا كده هنلاقي واخد تصريح ليفل 9، قد تكون الرتبه دي هي الرتبه اللي قبل ايفن بيك على طول، وممكن تكون اقل بكتير منه، بس المهم ان هو شخص برتبه عاليه، وللاسف مش معروف عن الشخص ده اي معلومات اكتر من اللي قلتها لكم دي. بعد كده المشهد بيتغير وبيظهر قدامنا شخص برضه أول مرة نشوفه لابس بالطو أبيض وماشي في ممر من ممرات المنظمة. الظاهر كده ان هو رايح لمكان معين او رايح يعمل حاجه معينه، وبعدها بيظهر ان في حد بيشغل شريط فيديو على التلفزيون اللي قدامنا ده، وفي شخصين قاعدين قدامه عشان يتفرجوا. الظاهر كده من اللي احنا سمعناه دلوقتي ده ان هم حاليا هيبداوا يتفرجوا على الرحله المرعبه اللي حصلت مع مارفن من شويه دي. بعدها بنرجع تاني نشوف الشخص اللي قدامنا ده وهو لسه ماشي في طريقه برضه.
بعدها المشهد بيرجع تاني للباحثين اللي قاعدين بيتفرجوا على شريط الفيديو اللي هتلاحظ عليهم دلوقتي الخوف والقلق من الكيان الغريب اللي ظهر لمارفن ده. للاسف مش معروف هو كان بيكلم مين او حتى كان بيقول ايه بالظبط، بس اعتقد كده ان المشهد ده بيفهمنا ان الشخص ده كان رايح يكلم حد مهم عن اللي حصل ده، وعن ان في كيان غريب ومرعب موجود في البعد الغريب اللي هما فتحوا ابواب العالم عليه ده. بس اللي انا مستغربه ازاي ما عملوش اي رد فعل عن الشيء الغريب اللي ظهر من ورا الحيطه لما كانوا بيراقبوا الباك رومز. حرفيا بالنسبه لي ده سؤال مش عارف اجابته لحد النهارده. بس المهم ان بعد كده المشهد بيخلص لحد هنا، وبيظهر بعدها مشهد تاني عباره عن صور كتيره لممرات الباك رومز، او بالتحديد الممر اللي بنوصل من خلاله للاوضه اللي فيها فتحات مربعه على الارضيه دي. بعدها بيظهر لنا صور بتوضح لنا ان هم سدوا الممر ده بواسطه الواح خشبيه. الظاهر كده ان اكتشافهم بوجود المخلوق المرعب ده خلاهم يبداوا ياخدوا احتياطاتهم من الامان، بحيث ان هم برضو على حسب اللي انتوا شايفينه قدامكم ده عملوا زي حاجز معدني ورا الازاز بتاع الاوضه اللي قدام الثريش هولد عشان يقدروا يامنوا نفسهم من اي حادثه ممكن تحصل بسبب وجود الكيان المرعب ده. وبس كده، دي حرفيا الأحداث اللي تعتبر حصلت بعد اختفاء الباحث وانتقاله للمستقبل. بس استنى، لو بصينا على الديسكريبشن بتاع الفيديو ده كده هنلاقي ان كيم بيرسون ساب لنا لينك الفيديو قصير بعنوان غريب. حرفيا عنوان الفيديو ده عباره عن ارقام كتيره، ارقام مش مفهوم ايه معناها ولا بتدل على ايه بالظبط. بس بعد شويه بحث عن معنى الارقام دي من بعض المواقع والكومنتات فهمت حاجه غريبه ومرعبه. الارقام اللي قدامنا دي عباره عن كود ISBN، والISBN ده اختصار لجمله International Standard Book Number اللي معناها الرقم المعياري الدولي للكتاب، وده بكل اختصار معناه ان اي كتاب في العالم بيبقى ليه رقم واحد مميز بيشير ليه عشان يسهلوا البحث عن الكتب دي ومعرفه المعلومات عنها. بس لما حاولت انسخ الرقم اللي في العنوان بتاع الفيديو ده وحاولت استخدمه على موقع كتب عشان ادور على الكتاب اللي الرقم ده بيشير ليه، طلع لي الكتاب اللي قدامكم ده اللي بعنوان The Yellow Wallpaper، واللي معناه ورق الحائط الاصفر. ودي عباره عن قصه قصيره اتكتبت بواسطه كاتبه امريكيه اسمها شارلوت بريكنز، بتحكي باختصار عن واحده اتحبست في اوضه حيطانها متغلفه بورق حائط لونه اصفر، وبديهيا كده الكلام اللي احنا قلناه ده بيشير للباك رومز. بس ايه علاقه الفيديو ده بالعنوان الغريب اللي قدامنا ده؟ وليه كيم بيرسونز لف اللفه دي كلها عشان يوصلنا في الاخر لمعنى الباك رومز؟ أظن
اظن بعد اللي احنا شفناه ده فهمنا ان النال زونز او الاماكن اللي بتوصل بين الباك رومز والعالم الحقيقي كبيره كفايه لدرجه انها ممكن تنقل عربيه كامله زي ما شفنا في الفيديو الغريب اللي قدامنا ده. وعلى حسب ما قريت في بعض المواقع ان الشارع اللي قدامنا ده مش موجود في الولايات المتحده الامريكيه، انما ده بيتوقعوا من حركه سير العربيات في الشارع ده ان المكان ده موجود في ايرلندا او نيوزيلندا، وده معناه ان النال زونز دي مش بس موجوده في الولايات المتحده الامريكيه، انما دي غالبا منتشره في العالم كله. يعني باختصار ممكن يكون في نال زون موجوده في بيتك وانت مش واخد بالك، وبمجرد ما تدوس عليها هتلاقي نفسك اتنقلت لاكتر الاماكن المرعبه اللي ما تتمناش خالص انك تروحها في يوم من الايام. وبس كده، ده كل اللي اقدر اقوله لك النهارده عن الاحداث المرعبه اللي حصلت في غياب الباحث اللي اتنقل للمستقبل ده. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده؟ هل هيحاولوا يروحوا تاني للمكان اللي كان فيه الفتحات المربعه دي ولا لا؟ ويا ترى ايه اللي كان ورا الباب اللي في اخر الاوضه دي اللي مارك كان عايز مارفن يجي يصور اللي شافه فيها بسرعه؟ وايه قصه فيديو الجزء الثاني من الفاوند فوتج اللي بيتكلم عن واحده حصل لها نو كليب للباك رومز؟ وهل العربيه اللي ظاهره في الصوره المصغره بتاعت الفيديو ده هي نفسها العربيه اللي حصل لها نو كليب من شويه دي ولا لا؟ كل دي مواضيع كتير لسه نتكلم عنها ان شاء الله في الاجزاء اللي جايه من سلسله الباك رومز من نوعيه تحليل فيديوهات كيم بيكسلز. وقبل ما اقول لك جمله النهايه، حابب اعرفكم ان عملت سيرفر ديسكورد راقي وفاخر وجذاب للقناه عشان نتجمع هناك كلنا ونتكلم ونشارك افكارنا مع بعض براحتنا. وعامه هتلاقوا اللينك في الديسكربشن، وهتلاقوا برضه متثبت في اول كومنت، وبرضه هتلاقوه في البوست اللي هينزل على المنتدى بخصوص الموضوع ده. وفي النهايه احب اقول لك خلي بالك من نفسك، وخلي بالك من الاماكن اللي انت بتقف فيها، لان ممكن بكل بساطه تقف في مكان غلط ويحصل لك النو كليب وينتهي بيك المطاف وحيد ومستني موتك في الباك رومز.